والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا خير كلكم وبصحة وسعادة يا رب العالمين. مساء السكر، مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة عليكم. أهم حاجة في الفيديو دوت تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أول مرة بتتفرج عليا جديد أتمنى تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد بنزله هنزله إن شاء الله. واللايك طبعا بتاعي بس بعد ما تتفرجوا على الفيديو، مش هخليكوا كده اللي انتوا ايه اول ما تتفرجوا على الفيديو تحطوا اللايك، لا احكموا انتوا بنفسكم وحطوا لي اللايك بتاعي في الفيديو دوت. يلا نخش الفيديو بقلب جامد. طبعا الفيديو دوت فيه حاجات كتيرة قوي هنعملها. اول حاجة كده نحل بقنا كده، يعني بصوا آه ندلع الدنيا كده قبل ما نشتغل، يعني ايه على الخفيف كده الاول عشان ما نقفلش نفسنا. قلت ايه هعمل شوية جيلي كده، عم اكون خلصت الشغل اللي ورايا اكون حطيتهم في التلاجة يكونوا سقعوا، اخلص من هنا واعمل الغدا من هنا واحل من هنا. ايه رأيكم بقى؟ دماغي شغالة ولا لأ؟ انا بيقول لكم ايه، تدلع الروح قبل ما تروح. احنا هندلع نفسياتنا كده، يعني ايه مش هيبقى برضو شغل ومرمطة وكده ولا. احنا هنشتغل وهنعمل غدا وهنتغدى وهنحلي والدنيا تبقى تمام معانا. الجيلي دوت طبعا زي ما انا كنت قايله لكم في فيديو قبل كده، في ناس بتحط كوبايه من الميه البارده وكوبايه من الميه السخنه. انا بختصر الموضوع خالص عشان هو كله برضه هيطلع بنتيجه واحده، هي كوبايه من الميه المغليه وعلى كده. فطبعا انا ما بعايرش لان واخداها بالنظر كده، يعني ايه عيني هي المقدار على طول، يعني على طول انتوا فاهمين. فكده لو في ناس لسه مثلا مش بتعرفش يعني تعاير بالنظر ولا كده، ممكن ان هي مثلا تعاير كوبايه من الميه اللي هي الميه ميه مش كوبايه الشاي، لا كوبايه ميه. لكن انا بقى عايرت على طول كده، حطيت فعرفت ان دوت معيار كوبايه على طول. هعمل بقى كان في فراوله وكان في مانجا وكان في اناناس. عملت الفراولة وعملت الاناناس وسبت المانجا، هجيب لها بقى ايه باكو مثلا تفاح او اجيب لها باكو تاني. فعملت الاتنين دول، عملت الفراولة وعملت الاناناس. هنا طبعا كنت بغسل الحلة بتاعتها على طول، لان الحلل والجل والحاجات دوت بيلزق في الحلل، وساعات برضو بيخرم الحلل ومبقاش شكلها لطيف كده ولا حلو خالص. عملت الحلة اللي هي كان فيها الجل اللي بالفراولة وغسلتها، وعمل بقى بتاعة الاناناس. شفتوا انا حطيت معلقتين من السكر، وفي ناس برضو ما بتحبش السكر كتير ولا كده. هو بيبقى فيه سكر برضو بس ما تكتريش. انا حطيت معلقتين من السكر، معلقتين كبار. كان طالع معايا مظبوط وحلو، وانا على طول بعمله كده يعني في مره برضو كترت من السكر، يعني كان عامل قوي وما كانش حد عارف ياكله. فهما معلقتين بالظبط، ما تكتريش لان هو برضو فيه نسبة من السكر وكده. اتبقى معايا كده يجي حوالي كاس. قمت جايبة كده طبق، قمت حطاهم فيه بدل ما ارميهم يعني خسارة وكده، فقمت جايبة كده طبسية، طبق، بولة، اي حاجة وحطيهم فيها. بكده اكون خلصت الفراولة وخلصت الاناناس، وهنعين بقى بتاع المانجا نجيب لباكو تاني نعمله مرة تانية. والله العظيم البتاع دوت بيبقى محتاج كده شوية فاكهة يتحط عليه، بصراحة شكلهم تحفة تحفة بجد. كان فيه موز وكان فيه تفاح وكان فيه برتقان وكان فيه برضو جوافة والكلام ده، بس انا بحب سادة كده. طلعت بقى هنا قلت اسيبهم هنا بقى كده شوية يبردوا بس كده، وبعد كده ادخلهم التلاجة. طلعت كان فيه شوية هدوم قلت هشيلهم، والشمس زي ما انتوا شايفين كان في اعز الشمس، كان يجي حوالي كده
قولوا معايا كان الساعة 12 كده ولا الساعة 11. فأعز الليلة زي ما هما بيقولوا، قلت هشيل شوية الهدوم دول بدل ما الطل يجي عليهم وكده، وهطلع بقى ايه البطاطين بتاعة البيت كلها اخليها في الشمس وكده. طلعت البطانيتين وهسيبهم بقى في الشمس شوية كده اللي هما يتحمصوا، هكون خلصت برضو اللي ورايا. يعني ايه، بعمل شغلانة قصاد شغلانة، يعني ما بوقفش نفسي على حاجة، انتوا فاهمين؟ يعني انا تحت المفروض ان انا معلقة على دور غسيل، والمفروض كمان ان انا مجهزة الاكل تحت على اساس ان هو هيولع عليه بس، والمفروض ان انا هسيب هنا البطاطين عما مثلا هطلع اعلي في الحوان فوق. يعني بصوا ما بوقفش نفسي على حاجة. طبعا النهارده في الفيديو دوت انا اول مره، يعني بصوا اكون متحمسه قوي ان انا اطلع للطيور فوق. ده طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما بحبش اطلع لهم خالص 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 خالص، او انا من صغري وانا ما بحبهمش. بس قلت ايه، هطلع لهم انا وكده وربنا يعوض عليا. طبعا اللي فوق السطح دوت مش معتبراه من البيت، يعني بصوا محدش يحاسبني من فوق السطح. طبعا فوق السطح دوت عشان الطيور وكده، فاي حاجة اللي نفسكوا فيه كله هتلاقوه فوق، لكن تحت اللي عايز يحاسبني على النظافة والترتيب يحاسبني تحت. كان بقى الجردل بتاع اللي احنا بنحط فيه مثلا اكل باقي ولا كده عشان الطيور، ما كانش لطيف خالص خالص خالص. وطبعا الحاجات دي بقى ايه اللي هي بتعمل مثلا ريحة، بيبقى شكلها حلو مثلا، دي بقى ايه، من الحاجات اللي هي تستحق ان هي تتنضف بقى وكده. يعني اصغر حاجة بتبين لمثلا ضيف جايلك ولا كده يعرف ان انت نظيفة، هو مش هياخد منك حاجة. بس في ناس مثلا ممكن تقولك هو انا هغسل جردل مثلا بتاع الطيور ولا بتاع الزبالة؟ ايوه طبعا، هو انت لو مغسلتش نفسك يا حبيبتي هتغسلي هتغسلي لمين ولا هتجيبي مين اللي يغسلك اصلا؟ هو شوية كلور وشوية صابون، والسلكة اللي غسلنا بيها مش هنغسل بيها تاني، تمام؟ هنرميها، يعني هي حتة سلكة بجنيه ولا ب2 جنيه وهنرميها وعلى كده. بس اهم حاجة ان الدنيا تبقى معانا نظيفة، يعني اصغر حاجة والله لو عملت ايه، بس الحاجات اللي بتبقى صغيرة دي بتبقى باينة قوي يعني، وبالذات بقى في النظافة والترتيب والحاجات دي. يعني انت مثلا ممكن تكوني كانسة ومسحة ومرتبة، وممكن تلاقي ازايز وكوبايات وهدوم مرمية، تمام، والحاجات دي كلها، فيعني اصغر حاجة بتكون باينة يعني وكده. خلصت هنا بقى طبعا، وجرد زي ما انتوا كنتوا شايفينه كان بيلمع، احطله كيسة كده، كسلية بتاعت الزبالة عشان يبقى نضيف يعني معايا على طول. وكان بقى هنا طبعا كنت حاطة دور غسيل، فالدور الغسيل دوت كان هدوم بابا وبتاعة الشغل، فأي هدوم يعني عامة، فأنا على طول بعدها بعمل لها دورة غسيل كده بشوية كرول وشوية صابون وشوية المية دول بينضفوا الغسالة. اتمنى بقى كده النهارده الفيديو يعجبكم، وطبعا لو عجبكم زي ما انتوا عارفين اوعوا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.